بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. السادة المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم الأسبوعي مواهب مع الصغار. وسيكون معنا ضيف اليوم الطفل أحمد كريم حمادة. أهلا بك يا أحمد. بحضرتك. سمعنا النهاردة يا أحمد من الأحاديث النبوية الشريفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم من جديد، ومع الطفل الثاني رحيم سيد فرج. هتسمعنا إيه يا رحيم النهاردة؟ يا بني. طيب ابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله، موهبة جميلة، برافو عليك يا رحيم. أهلا ومرحبا بكم من جديد، ومع الطالب محمد أيمن محمد. هتسمعنا إيه النهاردة؟ حديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم من جديد، ومع الطالبة زينب حسام يوسف. تسمعينا إيه النهاردة يا زينب؟ قرآن. طيب ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، برافو عليك يا زينب. أهلا ومرحبا بكم من جديد، وسيكون معنا الطالبة الخامسة والأخيرة في حلقتنا اليوم، الطالبة شهد علي رمضان. أهلا وسهلا بيك. وسلام حضرتك. سمعينا إيه النهاردة يا شهد؟ حديث. طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم نور والصدق برهان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. الآن نختم ختاما مميزا في حلقتنا اليوم مع الطالبة المنشدة أسينات عصام رجب. هتسمعينا إيه النهاردة يا أسينات؟ منشودة. طيب. والله لن أنسى المسجد الأقصى والحجة الصخرة تبكي من الحسرة تقول يا ربا يا هيب الحياة بدعيك اللهم تكتب لنا النصر. وشجرة الزيتون بغصنها الحنون تبكي على شهداء أرضنا الحرة هي
احدثي يا أخوتي استيقظي يا أمتي النور بأيدينا وربنا يحمينا قرآننا يهدينا بالعزم والإبجال بصحبة القرآن سيروا إلى الأمام بالعزم والإبجال. ما شاء الله تبارك الرحمن، موهبة جميلة ما شاء الله. الله يبارك فيك يا أسينات. شكرا. وبهذا تكون قد انتهت حلقتنا لهذا اليوم. كانت معكم الطالبة فاطمة علي رمضان من هنا من ساحة الشيخ مبروك للقرآن الكريم وعلومه. يتجدد اللقاء في موعد قريب بإذن الله. انتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.